وما جربتيش الفول بالطريقة دي يبقى فايتك كتير قوي. دي احلى طريقة واحلى طعم للفول المدمس بالطريقة اليمنية. واول حاجة بنعملها في طاسة على النار بنحط شوية زيت وبننزل عليهم ببصلة متقطعة مكعبات صغيرة. الزيت ده ممكن يكون عادي وممكن يبقى زيت زيتون عادي. بعد ما البصلة تدبل شوية هننزل عليها بمعلقة من الثوم المفروم، وهنسيبها برضو لما تتشوح كده وتبتدي ريحتهم تطلع. احنا مش هنديهم لون، احنا عايزينهم بس يتبلوا كده وريحتهم تطلع. بعد كده هنكون مجهزين 3 4 وحدات من الطماطم متقطعين مكعبات صغيره، هننزلهم مع قرن فلفل حامي متقطع صغير، وهنحط عليهم ملح وفلفل اسود وشويه كمون حلوين كده، ومش هنحط انواع بهارات تاني. هنقلب كل ده كويس جدا وهنسيبهم على نار متوسطه لغايه ما يتبلوا كده والطماطم دي تتسبك شويه. لو بتحبي تجربي اكلات من كل بلاد العالم، بالك تطبيق موجود في اول تعليق او في البايو، هتلاقي فيه وصفات تجنن من كل البلاد، وجربي كل يوم وصفة جديدة. التطبيق مجاني وبيشتغل بدون انترنت، ودي اجمل حاجة فيه. هنروح بقى للكبة ونحط فيها علبة من الفول وهنضربها في الكبة كده لغاية ما نطحنها كويس جدا. وتقدري تعمليها بالشوكة او تحطي الفول زي ما هو، بس بالطريقة دي بيبقى احلى بكتير. هنرجع للطماطم هنلاقيها اتسبكت بالشكل ده وريحتها بقت تحفة جدا. هننزل عليها بالفول اللي احنا هرسناه في الكبة، هنقلب كل ده كويس جدا. ولو حسيتي القوام تقيل حطي معلقتين 3 من المية بس وخليهم يغلوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنزينه بقى بالطحينة، شوية طماطم كده في النص مع شوية بصل وفلفل اخضر، بيبقى طعمهم حلو قوي. ونقدر نزود زيت زيتون او زيت نباتي عادي على الوش، بيديها شكل حلو قوي. وده من الاجمل الاطباق اللي بجد الواحد ما بيشبعش منها ابدا. هنحط رشه بسيطه من الشطه كده كمان على البصل، وبالف هنا هتاكلي اجمل فول عمرك ما هتنسي طعمه ابدا.